فيلمنا بيبدأ مع ماكس وهو قاعد عند دكتور نفسي. بيبدأ يحكي للدكتور حكايته من الأول. بيقول له إنه اتولد وعنده موهبة غريبة ومختلفة، وهي إن أي حد بيشوف وشه بيموت في مكانه. بيحكي للدكتور إن الموضوع بدأ من لحظة ولادته، وأول ما الدكتور والمساعدين شافوه في أوضة العمليات الدكاترة قالوا إنه أجمل طفل شافوه في العالم. وبعدها بلحظات قليلة جات لهم سكتة قلبية وماتوا. الوحيدين اللي قدروا يشوفوا وشه وما يموتوش هم أبوه وأمه، اللي اضطروا يتنقلوا لمدينة تانية بعيدة ومعزولة. عملوا كده عشان يقللوا حوادث الوفيات اللي بتحصل بسببه. ومن ساعتها وهم لافين وشه بالشاش طول الوقت. وماكس بقى بيلبس نظارة شمس دايما عشان يداري جماله. الدكتور بيسمع كلام ماكس ومش بيصدق أي حاجة بيقولها. بيقول له إن الموضوع ده ممكن يكون قصة هو اخترعها، وإن ده بسبب الاكتئاب اللي عنده مش أكتر. وفجأة أهل ماكس اللي بره بيسمعوا صوت دبة جامدة في المكتب. بيدخلوا يلاقوا ماكس قالع النضارة بتاعته قدام الدكتور، والدكتور وقع من على الكرسي وجات له سكتة قلبية ومات. احنا النهارده هنحكي فيلم لوك ذات كيل. أهل ماكس بيبلغوا البوليس باللي حصل في مكتب الدكتور. البوليس بيجي وبيكون مفيش خطر على ماكس إنه يتقبض عليه. ماكس بيخلص مع الشرطة وبيروح البيت. بيكون دان صاحب ماكس موجود معاهم وقاعد على الغدا، وبيقترح على ماكس إنه يسجل في تطبيقات المواعدة. بيقول له لازم تخرج من البيت اللي أنت حابس نفسك فيه. ماكس بيسيبهم وبيروح أوضته، وبينادي على صاحبه دان. بيطلب منه إنه يمسك طوبة ويضربه بيها في وشه. ماكس بيبقى عنده أمل إن وشه لما يتشوه المشكلة تتحل. بيفتكر إن لو وشه اتجرح الناس مش هتموت لما تشوفه. دان بيضربه بالطوبة فعلا وماكس وشه بيتجرح. بياخدوه بيروح المستشفى عشان يخيط الجرح. كل اللي في المستشفى بيبصوا لماكس باستغراب. وهو قاعد مستني دوره بيقابل بنت هناك اسمها أليكس. ماكس بياخد منها المجلة بتاعتها عشان يحطها قدام وشه. بيحاول يمنع الناس إنها تبص عليه وهو قاعد مستني الكشف. بيخلص الكشف في المستشفى وبيرجع البيت مع صاحبه. دان بيجي لماكس وبيقول له انه ظبط له خروجه في الفالنتاين. بيقول له انه هيخرج مع بنت اسمها إريكا. ماكس بيخرج مع إريكا والخروجه بتبقى غريبه جدا. بيدي لإريكا هديه عباره عن منديل متخيط عليه اسمها، وبيحاول يفتح معاها اي كلام عشان الخروجه تعدي. بيظهر واحد اسمه كريك وبيبدا يتريق على ماكس وعلى وشه، وبيبوظ الخروجه بكلامه وتريقته. ماكس بيتضايق جدا وبيقرر يروح ينتحر من فوق الكوبري. بيقف على حرف الكوبري وقبل ما ينط بتجيله أليكس. بتقول له لو ناوي تنتحر يبقى لازم تدور على جسر أعلى من ده، وده عشان تموت بسرعة وما تتعذبش. أليكس بتسيبه وبتمشي، وماكس بينادي عليها وهو مستغرب. بيقول لها المفروض تمنعيني من الانتحار. أليكس بتبقى واثقة إن ماكس مش هينتحر، وبتقول له أنت هتموت عجوز في سريرك، مش هتموت النهارده. وبتعرض عليه يروح معاها مشوار. بتاخده وبيروحوا دار مسنين هي متعودة تروحها. وبيقضي اليوم هناك مع إستر وصاحبتها روزماري. بعد ما بيخلصوا أليكس بتوصله بيته عشان تطمن عليه. ماكس بيطلب منها إنه يقابلها تاني يوم في نفس الميعاد. أليكس بتعتذر له وبتقول له إنها مش هتقدر تشوفه بكرة. ماكس بيفهم إن أليكس مش عايزة تشوفه تاني وبيمشي. بيدخل البيت وبيحكي لصاحبه دان كل اللي حصل. بيقول له إنه كان يتمنى يشوفها تاني. دان بيقول له يروح محطة الأتوبيس اللي ركبوها سوا، يمكن تقابلها صدفة هناك وتعرف تكلمها تاني. تاني يوم ماكس وبيروح يقعد في محطة الأتوبيس. بيلاقي أليكس جات وبتسأله إذا كان بيطاردها. بيقول لها إنه حابب يشوفها ويخرج معاها. أليكس بتوافق وبياخدوا بعض وبيروحوا المول، وبيشتروا كمية كبيرة جدا من الحلويات اللي هناك. ماكس بيقرر يحكي لأليكس إنه اتولد بوش جميل وبيموت. بيقول لها إن جماله ده هو السبب في موت الناس اللي بتشوفه. أليكس بتقول له إنها عارفة وسمعت القصة دي في المدينة. بتقول له أنت مشهور جدا وبالذات في المستشفى اللي اتقابلنا فيها. بتقول له إنها كانت في المستشفى عشان عندها مرض نادر في القلب، وإنها ماشية بجهاز لمراقبة قلبها. بياخدوا بعض وبيروحوا السيما سوا عشان يتفرجوا على فيلم. أليكس بتشرح له إن قلبها حجمه بيزيد عن الطبيعي بسرعة، ولو حست بمشاعر قوية قلبها بيتأثر وحالتها بتسوء. ماكس بيرجع البيت وبيلاقي أهله داخلين عليه فجأة. بيستغربوا إن ماكس ليه صديقة بنت وموجودة معاه. بيعرفوه على بنت صينية اسمها يوشين موجودة في البيت، هتعيش معاهم عشان برنامج التبادل الطلابي في الدراسة. تاني يوم كلهم بيروحوا رحلة تخييم في وسط الغابة. والدة ماكس بتجبره إنه ياخد يوشين معاهم. بيوصلوا للغابة والليل بيليل، وماكس بيقعد مع أليكس لوحدهم. أليكس بتقول له إنها بتتمنى تشوف وشه الحقيقي. بيطلب منها إنها تغمض عينيها خالص وما تفتحهاش نهائي. بيفك الشاش اللي على وشه وبيربطه على عينيها، وبيخليها تلمس وشه بإيديها عشان تتخيل شكله عامل إزاي. بيرجعوا تاني يوم من رحلة التخييم وماكس بيكلم أليكس. بيطلب منها يخرجوا سوا بس هي بتقول له إنها مش فاضية. لكن أليكس في الحقيقة بتبقى في المستشفى عشان قلبها تعب. بتبقى مخبية على ماكس إن حالتها الصحية بدأت تتدهور. والدة ماكس بتطلب منه هو وداني يخرجوا شجرة عيد الميلاد. يوشين بترمي سجارة بالغلط على الشجرة والشجرة بتولع. دان بيحاول يبعدها عن البيت بس إيده بتتحرق. وبياخدوا دان وبيروحوا المستشفى بسرعة. ماكس بيلاقي أليكس موجودة هناك في المستشفى مع مامتها. أليكس بتتعامل مع ماكس بطريقة وحشة قدام والدتها. تاني يوم ماكس بيقابلها وبيسألها ليه عملت كده. بتقول له إنها مش معرفة والدتها إن ليها أصحاب خالص، لأنها بتخاف عليها ومش عايزاها تخرج من البيت. بتقول له إن مامتها وافقت على موضوع دار
دار المسنين ده بالعافية. بيروحوا يزوروا إستر وبيعرفوا إن روزماري تعبانة، بيطلعوا يطمنوا عليها وبيلاقوها عايشة على الأجهزة. أليكس بتزعل جدا وبتطلع من الأوضة وماكس بيروح وراها، بتقول له إن روزماري كده بتتعذب وإن الدار مجبرة تنقذها حتى لو هي بتتوجع. بتطلب من ماكس طلب غريب وهو إنه يريح روزماري من تعبها. بتقول له وريها وشك وهي هتموت وترتاح من العذاب. ماكس بيقول لها إنه مش عارف اللي بيموتوا بيتعذبوا ولا لأ، بس بيوافق يريح روزماري من الوجع اللي هي فيه. بيدخل الأوضة وبيمسك إيدها وبيشيل الشاش. روزماري بتبص في وش ماكس وبتضحك له وبعدها بتموت. بتعدي فترة وأليكس بتختفي تماما من حياة ماكس. ماكس بيحاول يتصل بيها كتير بس هي ما بتردش عليه. بيقرر يروح بيتها ويقابلها ويعرف هي ليه اختفت. بتقول له إن الدكاترة زودوا لها جرعة الأدوية وإن لمبة الخطر في جهاز قلبها منورة طول الوقت. ماكس بيحمل نفسه الذنب وبيفتكر إنه السبب في تعبها وبيسألها لو في حاجة يقدر يعملها عشان يساعدها. بتقول له إنها نفسها تروح حفلة الرقص اللي في مدرسة دان. بيروحوا الحفلة سوا وبيلبسوا لبس غريب. ماكس بيرقص معاها وأليكس بتبدأ تحس بالتعب وبتقول له إنها هتروح الحمام وترجع تاني. دان بيكون موجود مع حبيبة كريج القديمة في الحفلة. كريج بيشوفهم وبيبدأ يتخانق معاهم وبيشد القناع من على وش ماكس قدام صاحبة دان وبتبص في وش ماكس وبتقع على الأرض وتموت. البوليس بيوصل الحفلة وبيقبض على ماكس بسبب اللي حصل. ماكس بيشوف الإسعاف وهي واخدة أليكس للمستشفى. بيقضي يوم كامل في الحبس وبعدها بيخرج وبيروح المستشفى عشان يطمن على أليكس. بيشوف شنطة الأدوية وبيلاقي فيها علب دواء للحموضة. بيفهم إن أليكس بتكذب عليه في موضوع الأدوية والعلاج وإنها مش عايزة تاخد أدوية القلب وعايزة تموت. أليكس بتقوله إنها من صغرها عايشة على أدوية ملهاش لازمة وإنها مش عايشة حياتها ولكن بتأجل موتها وخلاص. بتقوله إنها دايما محبوسة في البيت وممنوع تروح مدرسة وإن والدتها منعها تحب أو تبين مشاعرها لأي حد. بتقوله إنها فكرت كتير تطلب منه تشوف وشه الحقيقي. ماكس بيرفض الطلب تماما وبيقول لها إن الموضوع صعب وبيسيبها ويمشي ويرجع البيت وهو بيعيط. بيدخل الحمام وبيحاول يشوه وشه بأي طريقة بس أهله بيمنعوه. بيشيل الشاش اللي على وشه وبيفضل يعيط في أوضته. القطة بتاعت يوشين بتدخل الأوضة وبتبص لوشه وبتموت هي كمان. ماكس بيروح المدرسة وبيقابل دان اللي بيعاتبه. دان بيقول له ليه بتبعد عن أليكس في الوقت اللي هي محتاجة لك فيه. بيقول له لو ماتت هتندم إنك ما ودعتهاش ووقفت جنبها. ماكس بيروح لها المستشفى وبيعلق صور في أوضتها. بيعتذر لها عن بعده عنها وبتقول له إنها لسه عايزة تشوف وشه. بيقول لها إنه مستعد ينفذ طلبها دلوقتي. بيطلب منها تغمض عينيها وبيشيل الشاش من على وشه. بينام جنبها على السرير وأليكس بتفتح عينيها. بتشوف وش ماكس لأول مرة في حياتها. أليكس مش بتموت أول ما بتشوفه بس بتتعب جامد. الدكاترة بيدخلوا الأوضة بسرعة عشان يحاولوا يلحقوها. ماكس بيفضل نايم جنبها لحد ما تموت. الحكومة بتسقط التهمة عن ماكس بسبب تقرير الطب الشرعي. التقرير بيقول إن موت زميلته في الحفلة كان وفاة طبيعية. قضية ماكس بتظهر في كل الأخبار والجرايد في العالم وناس كتير مش بتصدق إن في حد جماله ممكن يقتل وناس تانية بتطلب منه يروح لهم عشان ينهي عذابهم. ماكس بيلاقي طريقة يساعد بيها الناس اللي بتعاني. بيفتكر كلام أليكس إن شكله مش هو اللي قاتل لكل الناس. ماكس بيفهم إن أليكس ما ماتتش أول ما شافته عشان كانت بتحبه. كريج بيروح لبيت ماكس عشان يعتذر له عن اللي عمله. ماكس بينسى يلبس الشاش وبيروح يفتح له الباب وأول ما كريج بيشوف وش ماكس بيقع ميت والفيلم بيخلص. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل فيديوهاتنا. أشوفكم مع ملخص جديد. سلام.